السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كنا بنتفرج دلوقتي على ماتش الأرجنتين ومصر. للأسف يعني ما عرفناش نحافظ على النتيجة، كنا متقدمين 2-0. بعد كده جابوا 2-1، بعد كده 2-2، بعد كده 3-2 في آخر الدقايق. والله بص، احنا خرجنا من المسابقة دي بس خروج مشرف. خرجنا من المسابقة بس خروج مشرف، قدرنا نثبت للعالم برضو ان احنا منتخب قوي وما بنهابش اي فرق تانية. وزي ما رجعنا واتكلمنا، اللي اثر علينا في الماتش ده ان هيثم حسن خرج. يعني انا كنت بقى من اول ماتش لعبناه قدام بلجيكا، فين هيثم حسن؟ تاني ماتش لعبناه قدام نيوزيلندا، فين هيثم حسن؟ ماتش ايران، فين هيثم حسن؟ وفعلا هيثم حسن كان فارق، يعني هو عمل جون واتحسب اوفسايد، وصنع جون تاني برضه ولزيكو نفس كده كده تاني مره، نفس الفكره ونفس الطريقه واتحسب اوفسايد. فهيثم حسن لما خرج الصراحه يعني الشهاده اتقال، المنتخب كله رجع ورا. كان هو في نزعه هجوميه، بياخد الكوره بيلم اتنين تلاته لعيبه حوالين منه، بيدي اسيست. يعني عمل اسيستين، جونين، جون اتحسب وجون ما اتحسبش. فهو وقع اتصاب ما قدرش يكمل. تمام، دي حاجه برضو احنا اكتشفناها كويسه في كاس العالم. برضو زي زيكو اكتشفنا اللي هو برضو لاعب كويس ويبقى من الاعمده الاساسيه في المنتخب باستمرار، وهكذا يعني. فانا دلوقتي بفكر ان احنا يعني هي نفس النتيجه بتاعتنا ما بين مصر والارجنتين هو اللي حصل ما بين السنغال وبلجيكا. السنغال كانت كسبانه 2-0، كده كده تاني مره نفس القصه ونفس السيناريو، 2-1، 2-2، 3-2. المفروض احنا نبقى عندنا يعني احنا بنلعب اخر ناس، يعني احنا بنلعب اخر ناس، فناخد بقى عظه من اللي بيحصل ده. انت شفت ماتش السنغال كانوا كسبانين 2-0 وتقدموا، فانت المفروض تاخد يعني تحط المباراه دي قدامك وتحاول انها ما تتكررش. بس يلا قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على النتيجه، الخروج المشرف ان احنا خرجنا بالمنظر ده. كنا متقدمين 2-0 لحد الدقيقه، كان فاضل بالظبط 10 دقايق على الماتش يخلص واحنا 2-0. في العشر دقايق دول الماتش اتقلب، وبعدين كنت شايف انحياز الحكم بطريقه رهيبه. يعني احنا ضربه الجزاء اللي اتحسبت ليهم دي وصدها شوبير، كفو عليك يا شوبير الصراحه، برضو انت اكتشاف لينا. ومبدئيا برضو احنا جبنا جون وراح راجع الفار. طب ما هو في ثلاث اجوان انت ما رجعتش فيهم ورا فار، يعني اشمعنى الجون بتاعنا اللي انت رجعت فيه الفار وعملت تشيك، والثلاث اجوان بتوع الارجنتين ما عملتش تشيك؟ ازاي بقى فرقه افريقيه من مصر؟ وده اللي احنا متعودينه من الفيفا ومن الحكام والظلم باستمرار. يعني في لقطه برضو احنا بنتكلم فيها، انت ازاي برضو تطلع 15 و 16 منتخب يلعبوا من اوروبا، وخمس ست فرق ولا 10 فرق بس من افريقيا، مع عدد الدول افريقيا هي عدد دول اوروبا. دي حاجه بقى نبقى نتكلم عليها بعدين، بس خلينا دلوقتي في الماتش بتاع مصر والارجنتين. احنا لعبنا الارجنتين قبل كده مرتين، لعبناهم سنه 1928 في اولمبياد امستردام هولندا في نص النهائي وخسرنا منهم 6-0. ولعبناهم سنه 2008، سنه 2008 ماتش ودي وخسرنا منهم 2-0. ودي تالت ماتش يعني، ده الماتش التالت اللي احنا بنلعبه معهم، خسرناه بشرف والله. يعني احنا كنا متقدمين من اول دقيقة لحد الدقيقة 80، لحد الدقيقة 80، 79 بالظبط. فجأة كده الماتش اتقلب. وده عيب الفرق الأفريقية عامة يعني، بيبقوا متقدمين ويفكروا بقى في الماتش اللي جاي اللي هم لسه ما كسبوش، وتلاقي نفسك ايه، خسرت. بس توفيق برضو وحظ منهم اللي هم يعملوا كده وياخدوا مننا الجيم. بس خرجنا بشرف وراسنا مرفوعة وعملنا نتيجة جيدة جدا قدام بطل العالم السابق، وأحرجناه وكنا هنخرجه. والحمد لله على كل حال، ودينا بنتعلم من أخطائنا ومستمرين إن شاء الله. أنا بقدم كل الشكر والاحترام من الكابتن حسام حسن، اللي هو عنده عين حلوة. اكتشف واحد زي زيكو، اكتشف واحد زي هيثم حسن، لعب بطريقة حلوة ما خافش من حد. كانت يعني أول مرة أشوف منتخب مصر بيلعب بحماس كده قدام الفرق بتاعت أمريكا الجنوبية والفرق الأوروبية. اول مره اشوف المنتخب الصراحه بيأدي بالاسلوب ده وبالروعه دي وبالجمال ده. واحنا خرجنا خروج مشرف. الماتش ده خلانا نكتسب احترام قدام العالم كله. يعني العالم كله احترمنا، وكنا الاقرب ان احنا نوصل لدور 8.
بالتوفيق بقى للمنتخب المغربي، هو الامل الوحيد للفرق العربيه اللي مكمله ان شاء الله في الماتش بتاعهم اللي جاي ده. وكويس والله، انا مبسوط من النتيجه اللي عملها منتخب مصر، وكنت اتمنى ان احنا نصعد دور الثمانيه ونكمل يعني ونوصل لأبعد حته. الحمد لله، وهارد لك منتخب مصر، وبسطونا برضو يعني، انتوا زعلتونا الماتش ده، بس الاربع ماتشات اللي لعبتوهم قبل دول، سواء نيوزيلندا، ايران، بلجيكا، كنا مبسوطين جدا ان احنا بنتفرج عليكم وفخورين بيكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.